تفاصيله الصغيرة. نلاحظ لو لاحظت أيضا صعد عدد من أبناء الفقيد إلى الطائرة لحمل الجثمان وإنزاله من الطائرة. أيضا في هذه اللحظات يعني الإنسان يكون قريبا من أقرب الناس إليه، من أبيه، من أخيه، من أقربائه. يعني منظر يعني يدل دلالة كبرى على البساطة في هذا المنظر. يعني لا يوجد هناك يعني بروتوكولات معينة أو من يقوم بهذه التفاصيل نيابة عنهم، أو تلاحظين أيضا كيف يتم إنزالي بشكل يعني يحدث لأي شخص يعني في مثل هذه الظروف. نعم. على كل حال خالد، نحن سنبقى معك مدير مكتب العربية في الرياض، وطبعا مشاهدينا نشاهد مباشرة نقل جثمان ولي العهد السعودي الأمير سلطان من الطائرة. وكان طغى خبر وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز كما ذكرنا على عناوين معظم الصحف. وبعد إعلان الديوان الملكي نبأ وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية توالت التعازي العربية والعالمية للعاهل السعودي، فيما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن حزنه العميق بوفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي وصفه بالصديق القيم للولايات المتحدة. أيضا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعث برسالة أعرب فيها عن حزنه إلى العاهل السعودي. وطبعا نحن نشاهد مباشرة صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يتكئ على العكاز ومع الكمامة أيضا لاستقبال جثمان ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. طبعا هذه الصور هي مباشرة من مطار قاعدة الرياض الجوية، حيث وسط الطائرة التي نقلت جثمان ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. هذه الصور للملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يضع كمامة على الوجه ويتكئ على العكاز لاستقبال جثمان ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. هذه الصور مباشرة من مطار قاعدة الرياض الجوية، حيث هناك استقبال لجثمان ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وفي مقدمهم الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخوان الراحل وأبنائه. وكنا شاهدنا إنزال الجثمان من الطائرة. وكان ذكر مدير مكتب العربية في السعودية في الرياض خالد المرفي بأن التشييع سيكون بشكل متواضع وبسيط، وسيتم التشييع غدا وسيصلى على الجثمان. وفور إعلان نبأ وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، أعلن أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر صباح الحداد الرسمي لمدة 3 أيام ابتداء من 25 من الشهر الجاري. سبقت ذلك دعوة العاهل الأردني للوقوف دقيقة صمت على روح الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الأردن. كما أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحداد الرسمي في البلاد مدة 3 أيام. وأرسل سلطان عمان قابوس بن سعيد برقية تعزية للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أعرب فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لرحيل ولي العهد. أما ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة فأعرب عن تعزيه الحارة في الفقيد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي. وتلقى
عاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أعرب فيه عن خالص تعزيه ومواساته في ولي العهد الراحل. وفي الوقت ذاته بعث المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. نحن نتابع مباشرة هذه الصور من مطار قاعدة الرياض الجوية. والآن يغادر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المطار بعد أن شارك في استقبال جثمان أخيه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. هذه صور مباشرة ننقلها لكم. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز شارك في استقبال جثمان ولي العهد الأمير سلطان رغم خروجه من المستشفى منذ يومين، وتوصية الفريق الطبي بملازمته الراحة في هذه الفترة والبقاء في العيادة الخاصة. خادم الحرمين حضر إلى المطار متكئا على العكاز ويرتدي كمامة على الوجه، وطبعا شارك في استقبال جنازة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. مشاهدينا، كنا معكم في تغطية خاصة لوصول جثمان ولي العهد السعودي